مشاهدينا عن الميزة المخفية للذكاء الاصطناعي باستنساخ الأصوات وطرق استخدامها والحاجة إليها في زمن التكنولوجيا، خاصة وأن بعض التطبيقات الذكية تعتمد على بصمة الصوت للتعرف على صاحبها تماما مثل بصمة الأصبع أو التوقيع. خلينا نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا الأستاذ إيهاب عنان، الكاتب والباحث في مجال الذكاء الاصطناعي. يسعد صباحك أستاذ إيهاب، أهلا بك. صباح الخير أستاذ إيهاب. صباح الخير، أنا أقول إزارة كريستينا. صباح الخير، صباحكم. طبعا أستاذ إيهاب، أول شيء بالبداية حابة أبدي من عندك، إنه جربت مثلا إنه تطلب أغنية وتلحينها يعني يكون بالذكاء الاصطناعي؟ جربت تسوي هذا الشيء؟ طبعا أكيد. للإجابة على هذا السؤال قبل ما نبدأ حوارنا احنا محضر لكم هدية ومفاجأة راح تشوفوها هنا على الفيديو. صباحك يا دجلة حب وأمان. Good morning, did our dreams began? كل يسار وكرستينا نجوم الزمان. With your smiles the day shines again. على شاشتكم يحلى الكلام، يضوي القلوب وينشر السلام. كل حرف يروي عطش الأحلام. يعني كلش حلو. بس هذه يعني بالذكاء الاصطناعي كلها؟ اي نعم، هذا بالذكاء الاصطناعي. طبعا هذا والصوت؟ الصوت ايضا هذا صوت اوبرالي بلحن على اجواء الكريسماس. طبعا هي من 3 دقائق، ولكن هذه اختصارا الأغنية صارت كلها ب3 دقائق؟ لا، هي كلها 3 دقائق. لا، باقل من 3 دقائق صارت. هاي الاغنيه صارت باقل من 3 دقائق. اكيد بعدين راح نسمعها يعني. اكيد ضروري، لان بيها كلش حلو. عشتك. بس كريستينا ما قالت هيك شيء، لازم كانت تقولها احلى يعني. لا تقولها احلى. تقولها احلى؟ اي بالضبط، تقولها احلى. لا بعدين هي موجوده، بس انطوها مجال شويه حتى تكمل الاغنيه وبعدين يلا عاد راح نرجع احنا بعدين نسمعها. اكيد لازم. طيب استاذ ايهاب، خلينا نجي، هو بما انه سمعنا الصوت وممكن نقدر نستنسخ الاصوات ونتحكم بالاصوات، اليوم احنا نقدر نتحكم بالاصوات الفنانين مثلا مثل ام كلثوم، عبد الحليم، يعني هذول الاصوات القديمه ممكن هم نقدر يعني نستنسخه واكو تلاعب به بالذكاء الاصطناعي؟ شوف، هو احنا لازم نفهم مبدا عمليه استنساخ الاصوات. هي عمليه اخذ عينات من هذه الاصوات وتدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي على هذه الاصوات. بالنتيجه راح تطلع عندنا اصوات تحاكي الاصوات هذه الحقيقيه. نعم. هذا او هذه المساله يجب ان تكون يعني بها يعني مسائل اخلاقيه، تطرح مسائل اخلاقيه ومسائل قانونيه ايضا، لان هذا يجب ان يكون بموافقه، يعني هو همنا عليه رقابه وشغلات. اذا في حال شخص راد يسوي مشكله، ابتزاز، يغير صوت، هناك شركات حاليا تسعى الى موافقه الصوت، يعني هذا طبعا الصوت وامور اخرى هذه ضمن حقوق الملكيه الفكريه. فهناك من الشركات تسعى الى وضع، او يعني اغلب معظم الشركات تسعى الى وضع علامه مائيه ليس فقط للاصوات وانما الى كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، بحيث اي شيء ناتج عن معمل الذكاء الاصطناعي يكون هناك علامه مائيه توضح للمقابل انه هذا المنتج هو من صنع الذكاء الاصطناعي وليس الذكاء البشري او من صنع البشر. نعم. طبعا استاذ ايهاب، احنا لما كنا بالبدايه نحكي عن الموضوع، اكو البعض انه هو حاب هذه الفكره انه اليوم احنا نقدر نسوي اغنيه بوقت كلش قصير، نلحن ممكن كلمات ايضا احنا تتوفر، يعني فيديو كليب كامل. ولكن البعض دا يقول انه حتى اذا الذكاء الاصطناعي دا يقدر يوفر لك الكلمات واللحن، ولكن ما بيها انه هذا الشعور اللي ممكن يوصل لك للقلب، يعني الاحساس ما موجود هنا. هل فعلا اليوم الذكاء الاصطناعي ممكن ما يعطينا احساس الفنان الحقيقي؟ اي آلة ما ممكن انه تنطينا احساس البشر. فالابداع البشري هذا لا غنى عنه، ولكن الابداع الرقمي او الالكتروني راح يكون يعني كوسيله
مساعدة لهذا الإبداع البشري. يعني مثلا ممكن أنه يطور به العمل مالته من خلال الكفاءة، من خلال الدقة، من خلال السرعة، يكون هذا بس، لكن لا غنى عن الأصالة اللي موجودة في الإبداع البشري. طيب أستاذ إيهاب، احنا يمكن بالحلقة السابقة تكلمنا عن الكتاب والكتب اللي ممكن من خلال همنا الذكاء الاصطناعي انت تقدر تسوي كتاب كامل باسمك، ولكن تقدر تميز اذا هذا الكتاب كان بالذكاء الاصطناعي او الكاتب هو اللي كاتبه. صح. اليوم ممكن الفنانين ما يستخدمون الذكاء الاصطناعي من ناحيه الغناء، ولكن من ناحيه ممكن الكلمات يستعينون به، ممكن ينطيهم افكار جديده هم ما كانت ببالهم. هنا برايك ممكن احنا راح يعني الشعراء راح يميزون مثلا هذه الكتابه مثلا هي من الذكاء الاصطناعي، كتابات هذه الاغنيه، لو ما راح يقدرون؟ طبعا هي مع تزايد تطور الذكاء الاصطناعي بالمقابل ايضا هناك تطبيقات تظهر الى كشف هذه التقنيات. يعني ممكن انه مثل ما موجوده انه ذكرناها ايضا بالحلقه السابقه انه هناك دخلت فحص الاستلال، كما كان فحص الاستلال للبحوث، الان ظهر ايضا فحص الذكاء الاصطناعي، الكتابه بواسطه الذكاء الاصطناعي. نفس العمليه في مساله كتابه الشعر والسيناريوهات والى اخره. هناك تطبيقات ايضا تفحص هذه النصوص وتجد نسبه الذكاء الاصطناعي فيها ومشاركه البشر فيها. فهذا ممكن، ولكن بالوقت الحاضر هي يعني التمييز بسيط، لان الكلمات مثل ما اول ما سمعتي الاغنيه قلت انه اسمي ما انذكر بصوره صحيحه او باللفظ الصحيح. صحيح. ولكن بالمستقبل ممكن ان تتطور هذه، وما ممكن انه نقدر نميز الا بواسطه هذه التطبيقات. صحيح. فلهذا يعني تسعى الشركات المهتمه بانتاج يعني المنتجات عن طريق الذكاء الاصطناعي انه يكون هناك علامه مائيه تميز المنتجات المصنوعه قلنا بمعمل الذكاء الاصطناعي. حلو. طيب استاذ ايهاب، بس احنا تعلمنا نسوي الاغنيه مالتنا 100%، خلاص يعني تعلمناها. باكر نسوي فيديو كليب. باكر نسوي انا وياها فيديو كليب وندخل الذكاء الاصطناعي بالموضوع همينه. طيب شنو ممكن نقدر نسوي شغلات ثانيه بمساعده الذكاء الاصطناعي؟ غششنا شويه. طبعا بواسطه الذكاء الاصطناعي هو يدخل في يعني كل المجالات تقريبا. أكيد صحيح. ولكن على المستوى الفني ممكن انه ننشئ من عنده افلام قصيره، ممكن افلام كرتون، افلام متحركه، رسوم متحركه مثل ما هسه موجوده على المواقع. ممكن انه احنا نستغل اصواتنا بشخصيات كرتونيه ومحتوى موجود، يعني نقدر نكتب، نقدر يعني ننتج، نقدر نمثل، نقدر نخرج، كلها بواسطة الذكاء الاصطناعي. صحيح. يعني ممكن نقدر نسوي كل هاي الشغلات، يعني حتى الافلام القصيره. انت شنو حابه تمثلين لو تغنين؟ لا انا هاي الافلام القصيره انا حبيتها بصراحه، يعني حلو، اجيب ممثلين واشتغل. لا حلو، حبيت. موجود حتى تقدرين تستخدمين من اصوات لممثلين مشهورين في هذه الفيلم القصير. طيب استاذ ايهاب، برايك بالمستقبل الناس راح تحب انه تسمع اغاني من الذكاء الاصطناعي او تشوف هذه الافلام؟ شوفي هي مسألة ذائقة. أول وتالي هي مسألة ذائقة. ولكن بصراحة أكو مقاطع، يعني أكو أنشئت لي مثلا أصوات لمطربين كبار مثل عبد الحليم، مثل أم كلثوم، لأغاني حديثة. صح أنه كان بها بعض الأمور، لأن الأصوات يجب أن تؤخذ العينات، يجب أن تؤخذ عينات نقية حتى تظهر الأغنية بصورة بالضبط بجودة عالية. ولكن ممكن أنه تحاكي هذه بس، لكن ما مثل الأصلي. يعني ما مثل الأصلي. هذا الطرب أم كلثوم ما ممكن نستغني عن صوتها. أكيد طبعا، يعني هذا الشيء مبين. طيب استاذ، احنا حكينا على الافلام القصيره وهاي الشغلات اللي ممكن الشركات الانتاج، الشركات الكبرى اللي احنا متعودين عليهم انه دائما يسوون افلام قصيره والافلام اللي احنا متعودين عليها. هل ممكن في المستقبل يستغنون عن البشر ويجيبون الذكاء الاصطناعي وخلص بعد ما يحتاجون البشر؟ لا، ما ممكن الاستغناء عن البشر. ممكن انه احنا الذكاء الاصطناعي يكون اداه مساعده لهذا الشيء. يعني ممكن انه نشوف شركات انتاج تعمل بالذكاء الاصطناعي يعني 100%، ولكن من اللي يشغل هذا الذكاء الاصطناعي هو البشر. احنا تخلق عندنا وظائف جديده، الذكاء الاصطناعي يخلق وظائف جديده.
ممكن تسهل علينا وتساعدنا. بالضبط هذه نعم. طيب برايك استاذ ايهاب ممكن ينطي افكار همينه جديده خاصه من ناحيه الافلام؟ اليوم يمكن الناس صارت يعني تمل لانه الافلام يعني هي نفس القصص، ان كانت مثلا رومانسيه وان كانت اكشن، ممكن ينطي هو افكار جديده تخدمنا مثلا بهذا المجال او تخدم اصحاب المنتجين يعني بافكار حلوه ومميزه تكون؟ طبعا بالضبط يعني لا شك انه ممكن حسب الفكره اللي موجوده احنا عندنا، لو ولد لي قصه عن هذه الفكره، فما يعني ما عليك فقط انه تنطيه الفكره وهو راح يترجمها الى مثلا نص او سيناريو او روايه او قصص قصيره وما الى ذلك. فهو قادر على هذا الشيء، بس لكن راح يخلو من روح الروح البشريه التي موجوده في النصوص والاحساس والتجربه الشخصيه ايضا. اكيد فعلا. فهذا يعني تفتقر الى الذكاء الاصطناعي. نعم. اكيد. استاذ ايهاب تفضلي قلزاب. دائما. طبعا استاذ ايهاب احنا نشكرك جدا على الفيديو. كلش احنا راح نرجع اكيد نسمعه. شكرا لوجودك ويانا، نورت. شكرا لك. شكرا لكم ويسعد صباحكم.